تعالوا اقول لكم الكيكه بتاعتي انا بعملها ازاي وازاي بتطلع معايا هشه واسفنجيه جدا. واهم حاجه ان كله في الخلاط، يعني بدون خطوات كتير. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني انا سمر رضوان، ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعه نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجه جهزت الخلاط بتاعي ونزلت فيه ب3 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. خطوه مهمه قوي يا جماعه ان المكونات كلها تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني خرجيها من التلاجة قبل ما تعملي الكيك بحوالي ربع ساعه. نزلت ب3 بيضات، وطبعا طالما في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا. نزلت بكيس فانيليا، كوبايه من السكر، وياريت يكون السكر لونه فاتح، معلقه صغيره من الخل. وضربت الكلام الحلو ده كله كويس قوي لمده دقيقتين تقريبا، لحد ما كل حبيبات السكر تدوب والخليط يكون لونه فاتح تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقتها زودت نص كوبايه من الزيت، ومعلقتين كبار معالق من معالق الاكل بملاها للاخر، معالق هرميه من القشطه البلدي، او ما عندكيش قشطه بلدي القشطه المعلبه مفيش مشكله، او 3 معالق ممسوحين، يا اما معلقتين كبار هرميين او 3 معالق ممسوحين. يعني انا عايزه المواد الدهنيه كلها تبقى كوبايه الا ربع. ورجعت ضربت تاني لمده دقيقه تقريبا، وده كده كان القوام بتاع الخليط. نزلته في بوله حلو قوي كده، وبعد كده نخلت عليهم كوبايتين من الدقيق. دي اول كوبايه، ودي كده الكوبايه التانية، وعليهم كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، وزنه كان 16 جرام. هقلب كده بالراحه في اتجاه واحد. لحد دلوقتي انا لسه محطتش اللبن، لحد ما كل الدقيق يختفي. انا عايزه اقول على ملحوظه مهمه قوي: الكوبايه اللي بعاير بيها السكر نفس الكوبايه اللي بعاير بيها الزيت، هي نفس الكوبايه اللي بعاير بيها الدقيق، نفس الكوبايه اللي هعاير بيها اللبن دلوقتي. يعني معنى كلامي ان نفس الكوبايه بستخدمها في كل المكونات. اللبن انا عايرت كوبايه، نفس الكوبايه برضو سخنتها على النار. انا نقلتها في الكوبايه دي عشان ليها حرف اقدر اصب منه. ونزلت باللبن بكده بالراحه، ما تقلقوش اللبن اللي عشان سخن لا هيسوي البيض ولا اي حاجه. البيض يا جماعه اختفى، ما بقاش ليه اي اثر خالص. هقلب بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد كويس قوي لحد ما كله يتضرب مع بعضه كويس. وبالسباتيولا كنت بتاكد ان مفيش اي بقايا دقيق لا في الجوانب البوله ولا في القاع. حطيت الخليط في صينيه، الصينيه دي كانت مقاس 24، ممكن تحطيها في صينيه 26، دي بترجع لك انتي على حسب ما بتحبي ارتفاع الكيك. مدهنتش الصينيه بتاعتي باي حاجه لانها كانت صينيه سيراميك. لو هتستخدمي صينيه الومنيوم ممكن تدهنيها فرشه زيت او فرشه زيت وتبطنيها بتبطينه خفيفه قوي من الدقيق. خبطت الصينيه خبطتين كده عشان اخرج منها اي بقايا هوا جوه الكيك. دخلت الكيك فرن ساخن مسبقا بحوالي 10 دقايق او ربع ساعه، درجه حراره 170 على الشبكه رف اوسط. هتاخد حوالي من 40 ل 45 دقيقه. بصي عليها بعد 40 دقيقة، لو لقيتيها استوت اختبريها بعود خشب، لو لقيتيه نضيف مفهوش اي بقايا للعجين يبقى كده استوت. لو كانت اخدت لون حلو من فوق تمام خرجيها. لو العود الخشب طلع نضيف ولكن لسه ما اخدتش لون من فوق، وقتها شغلي الشواية اخر دقيقة بس عشان تاخد اللون الذهبي المظبوط. لكن لو لقيتي العود الخشب بيطلع عجين، وقتها سيبيها 5 دقايق كمان، رجعي بصي عليها، وبعد كده هتطلع معاكي بالجمال ده. سيبيها بس تبرد كده شويه وقطعيها. قد ايه انا مش قادره اقول لكم الكيك عامل ازاي، اكيد هو باين. قد ايه الكيك هش جدا واسفنجي. خطوه اللبن السخن بتدي طراوه حلوه قوي للكيك وبتطلعه هش جدا. حلوه قوي للفطار، او ممكن تاخديه معاكي في رحلات، او ممكن تعمليه وتاخديه معاكي في مصايف، او في النادي. الكيك ده بيبقى من الحاجات السريعه قوي اللي طعمها بيبقى حلو قوي مع شاي. هستناكي تجربيه وتقولي لي رايك في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، شاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.